شوية ممبار في كباب الحلة تحفة، هيعجبكم جدا، احلى من المحمر بكتير قوي. يلا بينا نشوف الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا زي ما شفتوا في المقدمة الاول كده هنعمل كباب حلة وهنحط عليها ممبار. طبعا كل ما نعمل ممبار لازم يا نحمره يا نحطه مع الكرشة والفشة. تعال نجرب بقى المرة دي نعمل الممبار ونحطه مع كباب الحله، يعني نخلطهم مع بعض بكباب الحله، بيبقى حلو قوي لما تاكل الممبار بالصوص بتاع كباب الحله كده، بيبقى تحفه بصراحه. اول حاجه معايا هنا دلوقتي حته ليا، الحجم اللي انت يعني الكميه اللي انت عايزاها. انا حاطه الكميه دي بس تسيح الاول كده، وبعد كده هنزل باللحمه بتاعتي. خلاص كده الدهنه الليا بتاعتنا ساحت، هنزل بقى باللحمه بتاعتي مقطعاها مكعبات صغيره. حط اللي على اللحمه على طول ورق اللورا، وما تنسوش تغسلوه يا جماعه، لان بصراحه يعني انا جبت ورق لورا لقيته شايل عليه تراب كتير قوي كده. انا قلت المعلومه دي كذا مره عشان ما حدش يعني يحطه كده من غير غسيل. وهنزل برشه من الفلفل الاسود، مش هحط ملح دلوقتي. طبعا اللحمه كباب الحله بنشوحها الاول كويس قوي، هشوحها كده كده مع نفسها بقى، تفضل تقعد تستوي وتتشوح براحتها خالص. وتعالوا نعمل الممبار مع بعض ونحطه بقى على النار يتسلق، عشان في الاخر نطبق الاكله الحلوه قوي دي مع بعض. الكباب الحله ما يستوي معايا كيلو من الممبار، طبعا غسلاه كويس قوي. وتعالوا نعمل الخلطه. انا خلطه الممبار الحقيقه ساعات اعملها مسبك وساعات ما اعملهاش مسبكه، واللي مش مسبك بتبقى احلى بكتير. يلا كده نركن بقى الممبار على جنب وننزل معانا الرز غسلاه وسبته يتصفى. خلاص ادي كميه الرز حسب كميه الممبار اللي انت عاملاه. كده حطينا الرز في الطبق اللي هنعمل فيه. معايا بصلتين مقطعاهم كده بالسكين مكعبات، وقرن فلفل حراق، وطماطمتين 3 متقطعين مكعبات، وشبت وكزبره وبقدونس. هننزل بكل المقادير بالحاجات اللي احنا عاملينها دي كلها مع بعض كده على الرز. ما حطيناش اي حاجه قبل دول. خلاص كده الرز والخلطه بتاعتنا من دي. معايا برضو هنا ملح وفلفل وكمون وكزبره وشطه، هننزل بيهم عليهم كده. ملح لا ما حطيتش ملح الحقيقه، ده كمون وفلفل وكزبره وشطه. وهنظبط الملح بتاعنا. ومعايا كام فص من الثوم كده هنهرسهم على طول عليها على الخلطه بتاعتنا كده اهو. معايا مكعبين من الماجي، بس لو فيها اي بقى تكتلات فككوها كويس قوي عشان ما تكلكعش معاكم. واحط كده زي معلقتين صلصه لو عندك برطمان، مش برطمان زي حالاتي كده، انا بحب الكياس دي قوي، لان البرطمان مش بعمل حاجات بصلصه كل يوم. الكياس عندي احلى بكتير الصراحه، على قد المعلقتين اللي انا عايزاه. وهنزل كده بالزيت. الممبار طبعا بيحب الزيت احسن، يعني اي محشي الصراحه بيحب الزيت مش بالسمنه، وبالذات في الساعه دي جلد معاكي. هنقلب بقى الخليط بتاعنا الحلو ده قوي كده. دمجنا بقى الخليط بتاعنا مع بعض حلو قوي. هنجيب بقى الممبار بتاعنا، الممبار زي الممبار العادي، بس الفرق ان احنا النهارده هنحطه مع كباب الحله، بيبقى حلو قوي وتلاقيه دسم وجميل. طبعا الممبار ما بنملاهوش قوي. اوريكم طريقتي ازاي اصلا في عمل الممبار. هحشي معاكم بس واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا فاتحه يعني بصباعين الاتنين كده، ومن هنا كده عبينا بقى الممبار بتاعنا بالشكل ده. هوريهولكوا على الصينيه دلوقتي عشان يبان معاكم. بصوا اهو، يكون مبطط خالص ما فيهوش رز خالص كده مكلكع، علشان خاطر ما تتنفخش معاكم قوي وتفرقع منكم الممبار وهي بتستوي. خلاص وزعناها. بصوا يعني شبه نص الممبرايه كده، يعني نصها فاضي وحبه صغيرين مفروضين جواها كده. هننضف بقى الرز ده كويس قوي. هنعمل الكميه كلها ونشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. خلاص كده خلصنا الكميه بتاعتنا كلها، حشينا الممبار كله بالشكل ده اهو. تعالوا بقى هنا بنربط الحرف كده بالخيط، ونقسم بقى التقسيمه المربع، يعني الكره على حسب ما انت عايزاها، كبيره صغيره زي ما انت عايزه. انا عملته قبل كده على فكره الممبار اللي هو الكور ده قبل كده على القناه، وبالفتله بروح رابطه اهو. ربطوا بقى ضموها كويس قوي، لان ساعه لما الممبار بتاعنا يستوي هنفصلها من عند المكعبات دي اهي. طبعا لما بتخش اصلا بتبقى زي الكور كده، شكلها بيبقى حلو ولذيذ قوي في الاكل. خلاص في الشكل اصلا على التقديم على السفره بيبقى شكلها حلو قوي. هنربطهم بقى كلهم بالشكل ده ونرجع لكم تاني.
بالشكل ده، وحطينا الميه تغلي على النار وهنروح نازلين بالشكل ده. هو اول ما بينزل اصلا في الميه بتلاقيه خد الدوران بتاعه، بيبقى اهو. بصوا قربوا بس كده شوفوا، اول ما بينزل في الميه يروح على طول مدور كده. هنحط بقى الكميه كلها. الممبار بتاعنا هننزل عليه البصلايه، نقطعها بس كده الاول 4/4 وشويه من ورق اللورا، وهنحط رشه فلفل اسود، يعني نظبط الشوربه بتاعتها، رشه بسيطه من الفلفل الاسود. طبعا هي لونها احمر مش محتاجه ان احنا نحط طماطمايه. وهنظبط بقى الملح بتاعها، هنسيبها بقى تستوي كده مع نفسها ونشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. ملحوظه مهمه قبل ما تحطي الممبار، على كل واحده يعني على كل بالونه زي كده، بصي على كل واحده زي كده اديها بس نغزه بابره كده علشان ما تنفخش وتنفجر معاكم. سيبها تستوي بقى على مهلها ونرجع لبعض تاني. الممبار بتاعنا استوى، نسمي الله بقى ونخرجه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفي ازاي انه استوى؟ بصي بحاجه بسيطه كده من الجنب، او تشدي الحته اللي هي البوز دي، بلاش تحطي فيها حاجه جوه، تبصي تلاقيها انفجرت. خلاص نسمي الله بقى ونطلع الممبار بتاعنا كله، نسيبه يهدى شويه وبعد كده نقطعه. تعالوا بقى، اللحمه بتاعتنا استوت خلاص 100% مستويه خالص. انا ما اعرفش ليه اللحمه كشت كده بصراحه، احنا ما كلناش نصها والله يا جماعه ولا حاجه، يعني اللحمه غليت وكمان بتكش قوي. ما علينا. طبعا بعد ما اللحمه خلاص استوت 100% الممبار بتاعي ما يتقطعش بالشكل ده الا لما يبرد شويه. لو قطعتيه وهو لسه خارج هتبص تلاقي الممبار فك منه. انزلي بقى بالممبار بتاعك على كباب الحله كده. تخيلي بقى اما تاكلي الممبار كده شارب من الصوص بتاع الكباب الحله، بصراحه بيبقى حكايه والله، بتبقى حلوه جدا جدا جدا، احلى ما تحمري الممبار كمان. خلاص هناخده تقليبه كده حلوه. وتعالوا بقى ايه، مولعه على فحمه على النار، هروح اجيبها واجيلكم. هفتح بس كده الممبار واللحمه كده من جنب شويه. حطينا فحمه ولعه هنا، وهننزل عليها بنقطه من الزيت، نقطه بسيطه قوي عشان بس ايه تطلع معانا ريحه الشوي كده. كباب حله بقى مش عايزه اقول لكم بيبقى الطعم عامل ازاي. غطي بقى الحله كويس قوي. خلصنا اللحمه بتاعتنا الكباب الحله مع الممبار، تحفه حلوه قوي. طبعا انتوا لو عايزين تعملوا كباب الحله زي اللي احنا متعودين عليه بالبصل براحتكم، بس كده هتحسوا بطعم اللحمه اكتر. يا رب طريقتي تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو. شكرا ليكم، سلام عليكم.